لمن التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى بتقدم الفتوة 14 مقابل 12 للسليمانية. ننتظر ونشاهد ونتابع الشوط الثاني. بالتأكيد مباراة شاهدناها كانت جميلة ومثيرة في الشوط الأول، وشاهدنا فيها إثارة وشاهدنا فيها متعة من خلال الشوط الأول. بالتأكيد الشوط الثاني سيكون أكثر إثارة. هذه كرة ولكن مرت لم تصيب الهدف. عادت من جديد السليمانية بالقمصان السوداء بينما الفتوة بالقمصان البرتقالية. الدور السادس من الدوري النخبة العراقي لكرة اليد موسم 2025-2026. الشوط الأول بتقدم لمصلحة الفتوة على السليمانية. هل سيتمكن السليمانية صاحب الدار من العودة في الشوط الثاني ونعود في هذا اللقاء؟ نشاهد ونتابع. كرة لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات، ولكن مخالفة رمية لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات. كرة لمصلحة السليمانية، من هناك يبحث ويريد أن يسجل مسرور لقمان، ولكن عادت من جديد لمصلحة الفتوة. السليمانية الذي طبعا يعني لعب سابقا مع نفط البصرة وحقق فوز على نفط البصرة. كرة من جديد عادت لمصلحة الفتوة في هذه اللحظات. الفتوة يريد يبحث ولكن الكرة لم تصيب الهدف. عادت من جديد لمصلحة السليمانية بهذه اللحظات. يبحثون يحاولون هذه الكرة ولكن رمية مخالفة. من 9 أمتار لمصلحة السليمانية. كرة من جديد مسرور لقمان، والتصدي ممتاز، تصدي ممتاز من حارس الفتوة في الكرة الماضية. عادت من جديد لمصلحة الفتوة في هذه الدقائق. البحث لا زال مستمر بين محمد حمادة وأيضا أمان الله بن عبد الكريم المحترف التونسي. أمان الله مع المحترف التونسي الآخر سفيان الطرابلسي. كرة من جديد من هناك لا زالت. عادت لزين العابدين لمصلحة السليمانية بهذه الدقائق. هسه نشاهد هدف، وهو هدف. الله 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 على هذه الحركة الجميلة والرائعة جدا من لاعب السليمانية في الكرة الماضية. الله على كرة يسجل من خلالها السليمانية هدف. كانت من سهند أشرف صاحب الحركة الجميلة. طبعا سهند سبق واللعب للكرخ في 3 مواسم، وأيضا لعب منتخب شباب في 2021، وأيضا حتى منتخب يعني في بعض الأوقات. كرة عادت لمصلحة الفتوة في هذه الدقائق. فتوة يبحث يحاول يريد أن يسجل. يا سلام، محاولة الدخول ولكن الكرة خطفت من أمامهم. عادت وفيها مخالفة من جديد لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق. من هناك يبحثون يحاولون ولكن من جديد الفتوة بهذه الدقائق. هسه نشاهد هدف، وهو هدف إذن يسجل لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق. يسجل الفتوة تفوق آخر وتقدم آخر. 15 مقابل 13. كرة لمصلحة السليمانية. مناولات، محاولة الدخول والوصول ولكن مخالفة لمصلحة السليمانية. من هناك محاولة الدخول والوصول وهز الشباك ولكن الكرة غادرت. السليمانية في قاعته بالتأكيد يبحث ولن يحصل على رمية جزائية. رمية جزائية لمصلحة السليمانية بهذه الدقائق. هسه نشاهد هدف يسجل لمصلحة السليمانية. نشاهد ونتابع والتصدي
التصدي حاضر من حارس الفتوة خبيب أحمد محمود حارس الفتوة. كرة من جديد عادت لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات، هذه كرة ولكن لم تصيب الهدف. عادت من جديد للاعبي السليمانية يندفعون للأمام من هناك. يا سلام، السليمانية في هذه الدقائق في هذا الشوط يبحثون عن عودة، يبحثون عن عودة في هذا الشوط، ولكن هنا صافرة ومخالفة لمصلحة السليمانية في دورينا. السليمانية يعني في هذا اللقاء تحدث عن فوز وحيد وهو يبحث عن انتصار ثاني بالنسبة للسليمانية. الكرة لا زالت من هناك من جديد، لمسات ولكن عادت لمصلحة فريق الفتوة لخبيب حارس مرمى الفتوة بهذا اللقاء. كرة من جديد، تفوق الفتوة في هذا اللقاء بالتأكيد. يعني الأسماء المتواجدة بفريق الفتوة تحدث عن جحفر صباح داوود بالرقم 70 اللي طبعا تعاقد مع الفتوة قبل أيام، اللي هو طبعا لاعب منتخب وطني. مع الأسماء الأخرى تحدث عن المحترفين سفيان الطرابلسي وأمان الله التونسي الآخر. طبعا يعني اللاعبين الاثنين بالنسبة لسفيان وأمان الله يعني سبق وأن لعبوا لنادي القاسم ولعبوا للجيش الموسم السابق، ويعني في هذا الموسم يلعبون معا في نادي واحد مع الفتوة. أيضا محترف آخر المحترف السوري أحمد محمد حمادة بصفوف الفتوة، هذا طبعا الموسم الثاني يعني مع نادي الفتوة في هذا الموسم. المقابل السليمانية أيضا فريق جيد، ولذلك نشاهد تقارب بين الفريقين. كرة عادت لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق، ولكن صافرة ومخالفة لمصلحة الفتوة في هذه الدقائق. محاولة للوصول والدخول إلى المرمى، ولكن الكرة مرت من هناك، فيها مخالفة ورمية لمصلحة الفتوة في القميص البرتقالي الفتوة، ولكن التصدي الله على زين العابدين يتصدى بهذه اللحظات. عادت لمصلحة السليمانية من مسرور لقمان. هل سيأتي بالسرور؟ هل سيأتي بالسرور لجمهور السليمانية من خلال هذا اللقاء في مباراة صعبة بلا شك، صعبة، وبالتالي يحصل هنا على رمية جزائية لسجاد ندري المحترف الإيراني بصفوف السليمانية. سجاد ندري هل سيسجل هدف لمصلحة السليمانية بهذه الدقائق؟ سجاد على التنفيذ، وهدف هدف يسجل لمصلحة سجاد ندري لمصلحة السليمانية. يسجلون بهذه اللحظات هدف، يصلون لهدف رقم 14 مقابل 15 لمصلحة الفتوة. الآن البحث لا زال مستمرا للفتوة، نشاهد ونتابع ماذا سيحصل في هذا اللقاء. مباراة فيها تقارب كبير. من هناك الفتوة، الله هدف يسجل إذن 16 للفتوة. سليمانية في هذه الكرة الآن، ولكن قرار إيقاف دقيقتين
على لاعب الفتوة. كرة من جديد عادت لمصلحة لاعبي السليمانية بهذه الدقائق. يبحث ويحاول من هناك، يحاول ولكن الكرة مرت من هناك. بالسلامة إن شاء الله للاعب السليمانية يشكو من إصابة، وأيضا لاعب الفتوة. لازلنا أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا النقل الحصري لمباريات دوري النخبة العراقي لكرة اليد في مباراة هنا في قاعة السليمانية مع الضيوف الفتوة القادم من الموصل. وفي هذا اللقاء والتقدم واضح لمصلحة الفتوة لغاية الآن على أصحاب الدار السليمانية، والفتوة كأنهم يقتربون من تحقيق انتصار ثاني، ولكن لازلنا نتابع ونشاهد. كل شيء وارد في هذا اللقاء وفي هذه المباراة. السليمانية يملك القدرة على العودة في المباراة، والمباراة فيها تقارب كبير بين الفريقين بالنسبة للسليمانية وأيضا بالنسبة للفتوة. من سيحقق انتصار في مباراة اليوم؟ القمصان السوداء السليمانية. السليمانية رابر عزيز غفور بالرقم 12 أو بالرقم 13. الآن رمية جزائية لمصلحة السليمانية. سجاد ندري، سجاد على التنفيذ، سجاد المحترف الإيراني بصفوف السليمانية. سجاد عسى يسجل لمصلحة السليمانية، ولكن وين الكرة غادرت لم تصيب الهدف. يبقى الفتوة يحافظ على شباكه في هذه الكرة. يبقى التقدم لمصلحة الفتوة. مناولات لاعبي السليمانية الآن يندفعون للأمام أكثر، محاولة قطع الكرات. كرة من جديد، هذه لمصلحة الفتوة، والتصدي حاضر، وإيقاف دقيقتين على لاعب السليمانية. رابر عزيز يغادر، إيقاف دقيقتين، بينما كرة لمصلحة الفتوة الآن، فرصة لتعزيز الفارق. رمية جزائية لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. سفيان هذا المحترف التونسي، سفيان وهدف. يسجل سفيان طرابلسي هدف، المحترف التونسي اللي سبق واللعب للقاسم والجيش الموسم السابق مع صديقه الآخر أمان الله، وهذا هدف إذن مسجل أيضا لمصلحة السليمانية. هدف بهدف يسجل الآن لمصلحة السليمانية، ولكن يبقى الفتوة متفوق. كرة من جديد من هناك، وصل الهدف 17 للفتوة، 17 الآن للفتوة. هذه كرة وهدف الآن، يسجل السليمانية
هسه يعود السليمانية في هذا اللقاء. نشاهد ونتابع. 17 للفتوة قابل 16 للسليمانية. 17 للفتوة مقابل 16 للسليمانية. نشاهد ونتابع. طبعا الشوط الأول انتهى بتقدم الفتوة 14 مقابل 12 للسليمانية، ولكن الآن التفوق لمصلحة الفتوة، يبقى متفوق بفارق هدف، والفارق هدف ليس كثيرا، وبالإمكان أن تعود المباراة إلى نقطة التعادل. كرة لمصلحة السليمانية بهذه الدقائق، وهدف الله 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 يسجل، هو هدف التعادل، هدف النتيجة المتعادلة يسجل بهذه اللحظات. 17 بين الفريقين، 17 بين الفريقين. الآن ماذا سنشاهد؟ هذه الكرة للأمام، ولكن هذه الكرة الماضية. الفتوة خطير، الفتوة خطير بهذه اللحظات، وهدف. يصلون إلى هدف 18 الآن للفتوة، 18 للفتوة. السليمانية الآن يندفع للأمام، يريد أن يسجل. السليمانية نشاهد ونتابع في هذه اللحظات. مسرور لقمان، مسرور من هناك لمسات للاعبي السليمانية بحثا للوصول وهز الشباك من خلال الشوط الثاني. التفوق واضح، فتوة 18 مقابل 17. كرة لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات، حاولت المرور. مسرور لقمان، مخالفة رمية لمصلحة السليمانية، وهذا هدف، هدف التعادل. 18 عادت المباراة إلى نقطة البداية. من سيحقق انتصار في مباراة اليوم؟ نشاهد ونتابع بهذه اللحظات. هذه كرة وهذا هدف، هدف التفوق الآخر. 19 الآن للفتوة، 19 للفتوة مقابل 18 للسليمانية. 19 للفتوة الآن. نشاهد ونتابع. سيعود السليمانية للعودة من جديد من خلال هذا اللقاء. نشاهد ونتابع. مباراة كما قلت فيها تقارب كبير بين الفريقين، عطفا على ما نشاهده من خلال هذا اللقاء. كلا الفريقين ممكن أن يحققون فوز وانتصار في مباراة اليوم. جمهور السليمانية الحاضر، المشاهد والمتابع والمشجع والمحب، دائما ما نشاهد الفرق الشمالية قوية ومثيرة عندما تستضيف المباريات سواء كانت قدم أو يد. وهذه كرة وهدف، هدف يسجل لمصلحة الفتوة، هدف رقم 20 للفتوة. أصبح الفارق بينهم هدفين. كرة من جديد لمصلحة السليمانية. لمسات، مناولات، التحرك، تحركات، محاولة الوصول، ولكن صافرة ومخالفة لمصلحة السليمانية. بهذه اللحظات يبحث ويريد، وهدف، هدف. يصلون الهدف 19 للسليمانية، 20 للفتوة. من هناك يزال الفتوة بالقميص البرتقالي يندفع للأمام، يريد تسجيل المزيد من الأهداف، يريد أن يحافظ على تحقيق الانتصار في مباراة اليوم.
الكرة من جديد عادت للفتوة في هذه الدقائق. هسه نشاهد هدف يسجل للفتوة ولكن الكرة غادرت وعادت مسرور لقمان من هناك لمصلحة الفتوة إلى لاعبية السليمانية، وهدف 20-20. نعم السليمانية يعني لا يتأثر ولا يعني لا يريد أن يخسر في هذا اللقاء. الصمود، الاندفاع العالي. 20-20. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي في مواجهة مثيرة وقوية بين الفتوة والناصرية، بين الفتوة والسليمانية. الناصرية انسحب والسليمانية بقى ينافس مع الفرق الأخرى. 10 أندية لغاية الآن هي من تنافس في دوري كرة اليد هذا الموسم. مباراة الأمس أيضا كانت مثيرة بين ديالا وفريق ديالا ونفط البصرة. كرة من جديد لا زالت، ومن هناك صافرة ومخالفة لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. من هناك لا زالت مستمرة والكرة لا زالت عادت بالجديد ولكن لم تصيب الهدف. عادت بالجديد لمصلحة السليمانية بهذه الدقائق ولكن وين ضاعت عليك يا سجاد ندري المحترف الإيراني. عادت بالجديد لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات، يريد أن يسجل. لا زالت عادت الكرة من جديد من هناك لمصلحة السليمانية ولكن مرت مباراة فيها تقارب كبير بين الفريقين. ممكن أن يفوز السليمانية وممكن أن يفوز الفتوة، كل شيء وارد. مباراة فيها تكافؤ كبير على الرغم أن الفتوة يلعب خارج ميدانه في قاعة السليمانية، ولكن نشاهد مباراة جميلة ومثيرة لغاية الآن. الآن صافرة مخالفة لمصلحة السليمانية. نشاهد ونتابع من هناك يريد وهدف. هذا هدف التقدم. هدف التقدم يأتي لمصلحة السليمانية. 21 مقابل 20. 21 لمصلحة السليمانية. الآن السليمانية يسجل الهدف رقم 21 والفتوة يعود. 21 التعادل الآن بين الفريقين. 21 لكلا الفريقين. التعادل بين الفريقين الآن. مباراة يعني منذ لحظتها الأولى قلت إنها مباراة فيها تكافؤ وتقارب كبير بين الفريقين. بالتأكيد السليمانية والأسماء المتواجدة وكذلك الحال بالنسبة للفتوة. كرة من جديد لا زال مسرور والتصدي حاضر من حارس مرمى الفتوة خبيب أحمد محمود. وعادت سريعة لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق. اللمسات، المناولات، حاولت الوصول لأحمد محمد حمادة المحترف السوري في الموسم الثاني. وزين العابدين يتصدى يندفع الكرة للأمام وهذا هدف يأتي 22. هدف تقدم آخر 22 للسليمانية مقابل 21 للفتوة. 22 الآن لمصلحة السليمانية يسجلون في مباراة مثيرة وجميلة. نشاهد ونتابع كيف سينتهي هذا اللقاء. كرة من جديد لمصلحة الفتوة في هذا اللقاء، في هذه المباراة المثيرة بين الفريقين. الفتوة القادم من الموصل.
دوري كرة اليد في هذا الموسم فيه إثارة حقيقة، هناك إثارة لغاية الآن في هذا الموسم. هذا ما نشاهده ونتابعه من خلال الأندية العشرة المتواجدة في هذا الموسم. كرة من هناك لمصلحة الفتوة، هل سيكون هناك عودة وزين العابدين يتصدى؟ السليمانية النفس الطويل في هذا اللقاء. هدف 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 يسجل لمصلحة السليمانية. 23 لمصلحة السليمانية. الآن صار الفارق هدفين، صار الفارق هدفين بين الفريقين، بين السليمانية والفتوة. السليمانية سجل، كرة لا زالت لمصلحة الفتوة بهذه اللحظات. الله على هذه المباراة، مباراة جميلة ومثيرة. تايم اوت، وقت مستقطع في مباراة رائعة وجميلة بين الفريقين. 23 للسليمانية مقابل 21 للفتوة في مباراة جميلة في دورينا، دوري النخبة العراقي لكرة اليد موسم 2025 2026. مباراة انطلقت عند الساعة 2، وتقريبا ساعة ونصف على هذا اللقاء لغاية الآن. عودة الكرة من جديد لمصلحة الفتوة. كرة من جديد الآن للفتوة في هذه اللحظات. مصلحة الفتوة بهذه الدقائق، بهذه اللحظات. كرة فيها محاولة للفتوة ولكن الكرة ضاعت، عادت سريعة بشكل سريع لمصلحة السليمانية ولكن الكرة ضاعت من هناك. الكرة لا زالت بالجديد لمصلحة الفتوة. مناولات في مباراة مثيرة بين الفريقين لغاية الآن. هسه نشاهد هدف في هذه الدقائق ولكن صافرة خالف الفارق هدفين لمصلحة السليمانية. كرة لمصلحة الفتوة. الآن نشاهد جدار دفاعي ممتاز للسليمانية، يريدون يمنعون الأهداف من خلال هذا اللقاء، من خلال الدقائق القادمة، ولكن هدف هدف يسجل لمصلحة الفتوة. 22 23 22 للفتوة الآن مقابل 23 للسليمانية. شاهد ونتابع من لحظات مثيرة وشوط جميل، الشوط الأول وحتى الثاني في مباراة اليوم، في مباراة شاهد فيها تكافؤ بين الفريقين. مسرور لقمان من هناك من جديد، وهذا هدف. هل هذا هدف؟ الكرة كانت غادرت. نعم هدف هدف يسجل الآن لمصلحة السليمانية. 24 الآن للسليمانية مقابل 22 للفتوة. كرة من جديد عادت لمصلحة الفتوة. مناولات الفتوة الآن انقلبت النتيجة عليه بعدما كان متقدما في الشوط الأول
بفارق هدفين في الشوط الأول، الآن أصبح متأخر بفارق هدفين في الشوط الثاني. السليمانية كما قلت فريق يملك إصرار وعزيمة ونفس طويل، وهذا ما حصل حتى في مباراة نفط البصرة، المباراة التي أقيمت هنا على هذه القاعة. وهذا هدف يسجل لمصلحة الفتوة. صارت 24-23 في مباراة نفط البصرة، يعني في الدور الثاني. السليمانية أيضا كان متأخر من أمام نفط البصرة، ولكن السليمانية تمكن من العودة في الشوط الثاني وحقق انتصار، وهذا ما يحصل لغاية الآن في هذا اللقاء في هذا الشوط. السليمانية يقلب النتيجة ولا زال ممكن أن يسجل، ولكن الكرة غادرت. السليمانية قوي، يظهر بشكل قوي في هذا الشوط وأيضا لم يسجل. حسن الحظ ضاعت، سوء الحظ بالنسبة للسليمانية. الآن كرة عادت من جديد لمصلحة السليمانية. مسرور لقمان، مناولات، التفوق واضح لمصلحة السليمانية. 24-23 في هذا اللقاء. حكام المباراة بلال إبراهيم وأسامة سامي، بينما حكام الطاولة شاكول مجيد وتينا كريم، بينما المشرفين كنعان حسين ومحمد خليل. لا زلنا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا النقل الحصري لدوري النخبة العراقي لكرة اليد في موسم 2025-2026، والتفوق لمصلحة السليمانية في هذا اللقاء لغاية الآن. 24-23، ممكن أن يكون الفارق أكثر. هذه كرة ولكن غادرت لم تصيب الهدف. عادت لمصلحة السليمانية. مناولات مستمرة والبحث مستمر لتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، ولكن هذه كرة ضاعت. بينما الفتوة يملك فرصة للعودة للقاء وتحقيق الانتصار في مباراة اليوم. هذه كرة ولكن فيها صافرة ومخالفة، رمية لمصلحة الفتوة. من جديد محاولة وتصدي حاضر من زين العابدين حقيقة تصدى لكثير من الكرات في هذا اللقاء، وهذه كرة وهدف. هدف يسجل لمصلحة السليمانية. 25 الآن صارت لمصلحة السليمانية، الفارق هدفين. 25 للسليمانية، يسجلون بهذه اللحظات. 25 مقابل 23. كرة عادت من جديد للاعبي الفتوة، حاولة الوصول والدخول ولكن الكرة لم تصيب الهدف. عادت من جديد لمصلحة السليمانية. هذا المحترف الإيراني في صفوف السليمانية، سجاد ندري. مناولات لا زالت مستمرة
بصفوف السليمانية من محمد فريدون مارف، محمد فريدون والأسماء الأخرى، ولكن هنا صافرة ومخالفة. بالسلامة إن شاء الله للاعب السليمانية. مباراة فيها توقف كثير ولكن فيها إثارة. عندما تعود المباراة للدوران نشاهد فيها إثارة ونشاهد فيها سرعة. بالسلامة إن شاء الله للاعب السليمانية. السليمانية هسه يحقق انتصاره الثاني بعدما حقق انتصار على نفط البصرة، بينما الفتوة يعني خسر في الدور الخامس أمام بلدية البصرة بفارق هدف وحيد 26 مقابل 25. وبالتالي نشاهد ونتابع بهذه المواجهة ومن سيحقق الفوز من خلال هذا اللقاء. تعود الكرة من جديد. لمصلحة السليمانية. بالقمصان السوداء السليمانية لغاية الآن متفوق على الفتوة في الشوط الثاني. هذه كرة محاولة ولكن الكرة لم تصيب الهدف، عادت بشكل سريع للفتوة. ولكن إيقاف دقيقتين على لاعب السليمانية سهند أشرف اللي سبق واللعب الكرخ في 3 مواسم ولعب منتخب شباب العراق في 2021. كرة من جديد ولكن التصدي ممتاز. كرة عادت سريعة للسليمانية. بهذه الدقائق التفوق والنتيجة تبقى لمصلحة السليمانية 25 مقابل 23. كرة من جديد عادت لمصلحة السليمانية. مناولات لا زالت مستمرة من هناك، لا زال يبحث ويحاول، لا زالت لمصلحة السليمانية يبحث بهذه اللحظات في هذه الكرة ولكن فيها صافرة ومخالفة لمصلحة القمصان السوداء. لمصلحة السليمانية لعبت بشكل غير دقيق. رمية ركنية لمصلحة السليمانية. مسرور اللقمان عادت لمصلحة الفتوة، حاول أن يخطفها ولكن عادت لمصلحة الفتوة بهذه الدقائق. سيعود الفتوة من خلال هذه الكرة ولكن الله عليك يا زين العابدين، يصرخ كالأسد في هذه الكرة. هو حارس منتخبنا الوطني لكرة اليد، وبالتالي يقدم مباراة جميلة لغاية الآن. كرة من جديد عادت لمصلحة السليمانية بهذه الدقائق. يبحث ويحاول ولكن الكرة مرت، عادت من جديد للفتوة بهذه الدقائق. حاول للتسجيل ولكن كرة عادت من جديد من زين العابدين. لعبت بشكل سريع، عادت عند لاعبي الفتوة. حاول للوصول ولكن صافرة ومخالفة لاعبي الفتوة. الفتوة يريدون العودة
خلال هذا الشوط كانوا متفوقين في الشوط الأول، ولكن السليمانية عاد بقوة. هذا الموضوع يحسب أيضا للكادر التدريبي بصفوف السليمانية، مدرب سوران مصطفى الذي يقود كتيبة السليمانية، بينما نادي الفتوة المدرب خالد عدنان. بالتالي هذه كرة ولكن لم تصيب الهدف ولا زالت بالجديد، والكرة أيضا لم تصيب الهدف، عادت من جديد لمصلحة الفتوة، والتصدي ممتاز من زين العابدين. زين العابدين يبدع ويمتع من خلال هذا اللقاء. إذن تفوق لمصلحة السليمانية 25 مقابل 23 للفتوة. إذن أيها الأحبة، هو نهاية هذا اللقاء بتفوق لمصلحة السليمانية. تقبلوا تحياتي يوسف جميل، ألتقيكم في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كل ملاعب العراق، حيث تولد الأساطير من عرق المجد، وتكتب الحكايات على بساط العشب الأخضر.